عن الحزب أوضح أن الهجوم استهدف نقاطاً استراتيجية حساسة كجزء من الرد على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المستمر. وقد وصف هذا الهجوم بأنه الأكبر من نوعه، مستهدفاً عمق تل أبيب وبناها التحتية، في تصعيد يعتبر مؤشراً على نوايا الحزب لاختبار قدرة الردع الإسرائيلية وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. ويقع برج شالوم مائير في شارع هرتزل بمدينة تل أبيب. استهدافه يعكس رمزية واضحة للهجوم، كونه يقع في قلب المركز التجاري والاقتصادي للمدينة. صواريخ لبنانية تهاجم 500 مستوطنة. قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة في شمال ووسط إسرائيل إثر إطلاق مئات الصواريخ من جنوب لبنان. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عشرات البلدات شمال وشرق نتانيا ومحيط الخضيرة للمرة الثالثة، في حين أكدت القناة 12 الإسرائيلية سماع دوي انفجار ضخم في منطقة وسط إسرائيل. وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 11 إسرائيلياً في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفى شرق تل أبيب وكفار بلوم بالجليل الأعلى إثر هجمات صاروخية أطلقها حزب الله من لبنان. وصباح اليوم دوت أصوات انفجارات عنيفة في تل أبيب الكبرى بعد استهدافها بصواريخ من لبنان للمرة الثانية، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قرابة 4 ملايين شخص توجهوا إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل. الحزب اللبناني يطلق 340 صاروخاً بحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، فقد رصد الجيش إطلاق 340 صاروخاً من لبنان منذ صباح اليوم على مناطق واسعة داخل إسرائيل. وأشارت القناة 12 إلى إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب الكبرى. ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مساء اليوم مشاورات أمنية بشأن التوصل إلى تسوية في لبنان. وأكدت القناة 13 الإسرائيلية اندلاع حرائق بمواقع في نهاريا وحيفا إثر إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من لبنان. الحزب اللبناني يحرق القواعد العسكرية. أعلن حزب الله أنه هاجم برشقة صواريخ نوعية وبسرب من المسيرات هدفاً عسكرياً في تل أبيب، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها. وأشار الحزب إلى أنه استهدف قاعدتي غليلوت وبالامخيم في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية. وأكد أنه استهدف بسرب مسيرات انقضاضية قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كيلومتراً عن الحدود، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة. كما قصف الحزب موقع الراهب وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية وثكنة دوفيف وقاعدة حيفا البحرية وقاعدة بيريا للدفاع الجوي والصاروخي وقاعدة ميشار مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية الإسرائيلية برشقة صاروخية. وأعلن حزب الله أيضاً أنه استهدف برشقات صاروخية تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنات المنارة وكريات شمونة وديشون وجعتون والمطلة. القوات اليمنية تقصف أوكرانيا. كشفت جريدة فاينانشال تايمز البريطانية أن روسيا تعمل على تجنيد مئات من المقاتلين اليمنيين للانضمام إلى صفوف القتال في أوكرانيا، في الوقت الذي اتخذت فيه الحرب منحنى جديداً بعد منح الولايات المتحدة كييف الضوء الأخضر لاستخدام صواريخها في مهاجمة العمق الروسي. وقالت الجريدة: القوات المسلحة الروسية تجند مئات الرجال اليمنيين للقتال في أوكرانيا، وذلك من خلال عملية تهريب غامضة تسلط الضوء على الروابط المتنامية بين موسكو وجماعة الحوثي هذا. ونقلت فاينانشال تايمز عن مقاتلين يمنيين سافروا إلى روسيا أنهم تلقوا وعوداً بالحصول على وظيفة والحصول حتى على الجنسية الروسية. ارتبطت العقود التي وقعها المقاتلون اليمنيون واطلعت عليها فاينانشال تايمز بشركة أسسها عبد الولي حسن الجابري، وهو سياسي حوثي بارز. ويبدو أن تجنيد الجنود من اليمن بدأ في يوليو الماضي، حيث إن بعض العقود مؤرخة في 3 يوليو، وجرى التوقيع عليه من قبل رئيس مركز اختيار الجنود المتعاقدين في مدينة نيجني نوفوغورود الروسية. هجوم لبناني يمني يحرق السفارة الإسرائيلية. شنت طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني
هجوما استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان في عملية وصفت بأنها الأولى من نوعها وشهدت تنسيقا مع القوات الحوثية في اليمن. العملية أسفرت عن أضرار مادية في بعض مرافق السفارة، وأفاد مراسل الجزيرة بأن الأمن الأردني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمان. الهجوم تم باستخدام طائرات مسيرة متطورة يعتقد أنها مزودة بتقنيات حديثة طورتها الجماعتان بشكل مشترك، ما يعكس تطورا في قدراتهما العسكرية والتقنية. التقارير تشير إلى أن الطائرات انطلقت من نقطة مجهولة خارج الأراضي الأردنية، وتمكنت من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي قبل أن تصل إلى الهدف. في أعقاب الحادثة فرضت السلطات الأردنية حالة من التكتيم الإعلامي الشديد، حيث لم تصدر أي بيانات رسمية حول الهجوم، ولم تتطرق وسائل الإعلام المحلية لتفاصيله. على الرغم من ذلك، انتشرت بعض الأخبار حول الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن السلطات قامت باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تداول المعلومات المتعلقة بالحادثة. التنسيق بين حزب الله اللبناني والقوات الحوثية في اليمن يعتبر تصعيداً كبيراً في العمليات المشتركة ضد إسرائيل، حيث يسعى الطرفان لتوسيع دائرة المواجهة لتشمل أهدافاً جديدة خارج الحدود. وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة، بينما تشير التوقعات إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على احتواء الموقف بهدوء لتجنب تداعيات أمنية أو سياسية قد تؤثر على المنطقة. صواريخ لبنانية تحرق طائرة أباتشي وF-15. كشف الحزب اللبناني عن إدخاله سلاح الصواريخ المجنحة للحرب المتواصلة مع الجيش الإسرائيلي، وبث الحزب مشاهد من استهداف قاعدة حتسور الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي جنوب تل أبيب في يافا بصواريخ مجنحة. وتضمنت المشاهد عملية التجهيز لإطلاق عدد من الصواريخ المجنحة، ومن ثم عملية إطلاقها باتجاه هدفها هذا. وسربت وسائل إعلام عبرية أخبار عن احتراق طائرة مروحية عسكرية من طراز أباتشي، واحتراق قمرة قيادة لمقاتلة من طراز FS-20 داخل القاعدة هذا. وتعد قاعدة حتسور الجوية مطار عسكري يقع في إسرائيل بالقرب من الساحل على البحر الأبيض المتوسط على مستوى مدينة القدس. هذا وفي إطار سلسلة عمليات خيبر استهدف جنود الحزب وللمرة الأولى موقع مشمار الكرمل للدفاع الجوي والصاروخي، يبعد عن الحدود اللبنانية 40 كيلومتراً جنوب مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية. وفي السياق ذاته بث حزب الله اللبناني مقطع فيديو تضمن مشاهد قال إنها لاستهداف مقاتليه قاعدة شراغة التابعة للجيش الإسرائيلي بين مدينتي نهارية وعكا شمال فلسطين المحتلة بصواريخ ومسيرات. وأظهر الفيديو مشاهد لإعداد قاذفات الصواريخ وإطلاقها، وكذلك إطلاق مقاتلي الحزب للمسيرات. وعرض الحزب في مقطع الفيديو مشاهد التقطتها كاميرا مستوطنين إسرائيليين تظهر إحدى المسيرات في سماء كريات شمونة، وجانباً من الأضرار التي خلفها الاستهداف. وكذلك أظهر تصوير الحزب بلوغ إحدى المسيرات هدفها وإصابته واشتعال النيران في مكان الإصابة. غواصات يمانية وصواريخ لبنانية تحرق سفينة عسكرية. في تطور خطير أشعل جنون نتنياهو ومجنون البيت الأبيض، شنت القوات اليمنية بالتنسيق مع حزب الله اللبناني هجوما مزدوجا استهدف ميناء حيفا الإسرائيلي والمنشآت العسكرية المحيطة به، حيث استخدمت الغواصات المسيرة في ضرب منشآت حساسة داخل الميناء، بينما تزامن الهجوم مع إطلاق حزب الله صواريخ دقيقة استهدفت معسكرا للجيش الإسرائيلي جنوب حيفا، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود وتدمير بعض المنشآت. خلال الهجوم أصابت إحدى الغواصات المسيرة سفينة شحن أمريكية كانت تحمل أسلحة، ما أدى إلى اشتعال النيران بها. الحريق تسبب في أضرار جسيمة بالسفينة وتعطيل عمليات الميناء بشكل كبير. التقارير تشير إلى أن السفينة كانت جزءاً من عمليات الدعم العسكري الأمريكية بالمنطقة، مما أثار استنفاراً كبيراً في إسرائيل والولايات المتحدة. الهجوم جاء رداً على سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق لحزب الله في لبنان، حيث أن العملية تجمع بين استخدام التكنولوجيا البحرية الدقيقة والصواريخ المتطورة،
والتي كشفت عن تنسيق عسكري عالي المستوى بين الحوثيين وحزب الله، مما يمثل تصعيدا غير مسبوق في مواجهة إسرائيل وحلفائها. هذا وفتحت الحكومة الإسرائيلية تحقيقا عاجلا في فشل أنظمة الدفاع في التصدي للهجمات، بينما دعا المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إلى تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة هذا النوع الجديد من التهديدات. مقتل 60 جنديا. قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 30 صاروخا في مناطق الجليل الأعلى والغربي وخليج حيفا، مشيرا إلى اعتراضه بعض تلك الصواريخ. وأعلن حزب الله استهداف قاعدة عسكرية شرق مدينة حيفا بصواريخ نوعية، هذا واستهدف 11 تجمعا لجنود إسرائيليين